الترموستات الجهاز اللي بيتحكم في الحرارة. الترموستات عنده رقم مستهدف مثلا زي 22 درجة. لو الجو بره بارد السخان يشتغل علشان يوصل لدرجة 22، ولو بره حر عن 22 التكييف يشتغل لغاية ما يوصل ل 22. الجهاز لا مبسوط ولا حزين، هو عنده سيت بوينت، هدف كده ناحية نقطة الاتزان اللي هي في المثال بتاعنا 22 اللي دايما بيرجع ليها. وده اللي اسمه النيجاتيف فيدباك لوب، يعني التغذية الراجعة السالبة. وده اللي اتكلمت عنه في فيديو قبل كده، فانت لو نسيت انا كده هزعل منك، لا انا ماشي. الاتزان الداخلي اللي في مخك، ما مثلا في حاجه بتحصل بتضايقك عقلك بيشغل اليات تهديك، ولما حاجه تفرحك اكتر من اللازم دماغك بيفوقك على طول ويقول لك فوق. المشكله بتحصل لما السيت بوينت دي بتتظبط غلط، لما القلق بقى هو نقطه الاتزان والراحه بقت هي النقطه الشاذه اللي بتحصل، وساعتها الترموستات دي بتشتغل ضدك مش معاك. والله انا بالنسبه لي الترموستات اللي في الثلاجه طول ما هي شغاله وبتسقع انا ما عنديش مشكله.